في بنت فرنسية بيتحاكموا عليها علشان كشفت عرق مغتصبها. أيوة، في عالم طبيعي المهاجم هو اللي يروح السجن أو اللي يتعرض للمشاكل، بس في الحالة دي البنت الصغيرة اللي اتهاجمت هي المشكلة، لأنها اتجرأت وقالت للعالم إن المهاجم ده مش فرنسي في الحقيقة، هو كان إسلامي في الحقيقة. امرأة فرنسية تعرضت لهجوم من مهاجر تونسي. دلوقتي ممكن تدخل السجن لمجرد إنها قالت إنه أغلب المغتصبين في فرنسا من شمال أفريقيا والسود. بكرة ده جنون. مع إني ممكن يتحكم علي بالسجن الفعلي لمجرد إني تجرأت وقلت في التلفزيون الفرنسي إن الخطر الرئيسي على الستات في فرنسا بيجي من الرجال السود والأفارقة والمهاجرين العرب، مع إني كنت بدافع. ست هي نفسها تعرضت للاغتصاب على يد رجل من أفريقيا الوسطى، وكان عليه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وده حصل في ساحة عمارتها في باريس. وبما إني أنا نفسي نجيت من محاولة اغتصاب على يد مهاجر تونسي من 4 سنين، ما قدرتش أسكت، لكن لمجرد إني قلت الكلام ده في برنامج تلفزيوني النيابة طلبت حكم بالسجن ضدي. ده جنون، ده جنون، ده جنون. دي حقيقة اللي بيحصل. بصوا على الإحصائيات، مع أنهم بيحاولوا كمان يلعبوا في الإحصائيات وما بقوش يجمعوا بيانات عن المغتصبين دلوقتي عشان ممكن يبان إن المهاجرين هم المشكلة. بس المفاجأة المهاجرين هم المشكلة يا جماعة. ليه بنحاول نسجن الناس اللي بس بيقولوا الحقيقة البسيطة؟ ليه بنحاول نحمي مهاجر تونسي بدل بنت فرنسية صغيرة اتعرضت لهجوم؟ فين المنطقة هنا؟ اسمع، هي ما اخترعتش الإحصائية دي، هي عاشت الواقع بنفسها. بدل ما يحموا الستات الفرنسيات ويلاحقوا المفترسين المستوردين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، السلطات الفرنسية بتلاحق الست اللي عندها الجرأة تقول الحقيقة الواضحة. ده النتيجة النهائية للهجرة الجماعية مع قوانين الكلام السلطوية. الدولة تفضل تسجن المواطنين الأصليين عشان لاحظوا النمط بدل ما تحل المشكلة فعلا. أوروبا بقت مكان إنك تقول الحقيقة عن الجريمة والديموغرافيا ممكن يدخلك السجن، في حين إن الناس اللي بيرتكبوا الجرائم محميين بسبب الصوابية السياسية. ده جنون، وأنا مش هقبل بكده. لو بتسأل ليه المملكة المتحدة مليانة وبتنهار، السبب هو قصص زي دي بسيطة وسهلة. ست فرنسية تعرضت لاعتداء جنسي من تونسي، ودلوقتي ممكن تدخل السجن عشان حذرت الستات من مخاطر الهجرة. ده جنون. الضحايا بيتعاقبوا عشان يتكلموا، في حين إن الخطر الحقيقي بيتجاهل. دي تاي، يلا نشوف إيه اللي حصل. لا لا لا، أنا أسفة، أنا كنت لطيفة معاك طول الوقت ده وعملت كل اللي أنت عايزه. دلوقتي من فضلك أنا عايزاك تمشي. أنا ما كلمتش الشرطة زي ما طلبت مني. أنا بس عايزاك تمشي دلوقتي. وفعلا هو مسكني من دراعي وحاول يغصبني إني أبوسه. أنا كنت بعيط وبقول له كفاية كفاية خلاص، امشي امشي، أنت قلت لي إنك هتمشي. وساعتها كان في بوف ورايا على طول. دي شهادة مؤثرة جدا عن اللي حصل لها مع الراجل التونسي ده، وهي بتقوله بص، أنا ترجيتك، يعني أنا بترجاك، مش هكلم البوليس، بس كفاية، ما تحاولش تبوسني، ابعد عني، ابعد ابعد. وانت بتتفرج عليها تقدر تشوف إنها بتعيط، تقدر تشوف إن الموضوع مؤثر جدا. صعب أصدق إن ده هو السبب اللي ممكن تدخل السجن عشانه. مسكني من ايديا الاتنين وخلاني اقعد على البوف وقال لي اهدي اهدي، بطلي عياط بطلي عياط، وقال لي انا عايز حاجه واحده بس، حاجه واحده بس وبعدها همشي، والله همشي بعدها، انا بطلب منك حاجه واحده بس. فكنت مرعوبه جدا. انا اسفه يا بابا ويا ماما لو كنتوا بتتفرجوا دلوقتي، لاني مش عارفه اي حاجه. في الوقت ده انا ببص عليه وكنت مرعوبه، وساعتها قال لي قبل ما يمشي بس. فهي قاعدة هناك، هو بيقول لها أنا عايز حاجة واحدة منك بس، أنا عايز حاجة واحدة منك وبعدين هسيبك. وهي بتقول له أنا فعلا مش عايزة. هو بيقول أنا بس عايزك تمصيني، بس تمصيني، ده كل اللي عايزه، بعد كده هسيبك في السلام. دلوقتي البنت دي للناس اللي مش فاهمين فرنسي وما قدروش يقروا بتقول يا ماما ويا بابا لو انتوا بتتفرجوا على ده أنا أسفة، دي معلومات فظيعة جدا. هي واضحة إنها بتعيط ومشاعرها متأثرة وبتحكي اللي حصل تاني. هي صغيرة جدا، والراجل ده بيطلب منها وبيقول لها يعني
بس مصيني وبعدين أقدر أمشي. ساعتها أنا فعلا بكيت أكتر وكنت خايفة جدا، وبعدين رحت وقلت له لا امشي، وساعتها بدأت أعيط. قلت له أنا عملت كل اللي طلبته مني، دلوقتي من فضلك امشي. ومش عارفة، هو تقريبا سابني، قدرت أقوم من على الأرض، أسفة، يشلني، فتحت الباب. هي بترتعش فعلا. تقدري تتفرجي على البنت دي وتعرفي إن ده حصل وإن دي قصة حقيقية. هو مشي، مش عارفة ازاي قدر يمشي، لأني كنت متأكدة إنه مش هيمشي بصراحة. كانت فرصة واحدة بس إنه يمشي. أنا أسفة، بس أنا متأكدة إن كل البنات الصادقة اللي عايشة في الواقع وبتتفرج على البرنامج ده النهاردة عارفة كويس نوعية الرجالة اللي بيخافوا منهم في الشارع، وده في كل. هي بتقول بصوا، ممكن نكون صريحين هنا، كل بنت بتتفرج على ده عارفة بالظبط نوع الرجالة اللي بتخاف منهم. كل بنت عارفة. ممكن نبطل نمثل؟ أنا تعبت من إني أكتم الكلام ده. الحقيقة إن أغلب الاعتداءات اللي بتحصل في الشارع والتحرش بيكونوا غالبا من ناس من أصول مهاجرة. تمام، هي دي اللي بتقوله، أنا بترجمه ليكي. ولا حاجة، أنا آسفة ومش بإيدي غير ده. أنا أسفة، عارفة إني قلت كده. حسابي على انستجرام اتبلغ عني كتير واتقفل. حسابي على انستجرام اتبلغ عنه كتير وتوقف، عشان قلت اللي كلنا عارفينه إنه الحقيقة، إنه ده هو المشكلة. فعلا عندك حق لما بتقولي إن لما بنقول بعض الحقائق الجمعيات النسوية بتسكت خالص، وده حقيقي. مفيش حد خالص اتكلم عشان يدعمني غير الناس اللي في نفس الاتجاه السياسي بتاعي، لازم أقول كده. هي بتقول هنا يعني إن في صمت حوالين الموضوع ده، أما الجمعيات النسوية فساكتة، والناس الوحيدة اللي فعلا ساعدوني هم اللي في نفس الاتجاه السياسي بتاعي. تعالي نقرأ ده تاني. الناشطة النباتية الفرنسية تاي، مش قادرة أنطق اسم العيلة، بتستأنف حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 شهور وغرامة 3000 يورو بسبب تعليقات ربطت بين الهجرة وأمان النساء. النيابة قالت إن التعليقات دي تعتبر تحريض على الكراهية، ومن المتوقع يصدر الحكم في القضية دي يوم 18 من يونيو. بجد حاجة غريبة إن البنت دي بتعدي بكل ده. يلا نشوف آخر تصريح ليها. أهلاً يا الوطنيين الأوروبيين والأمريكيين الأعزاء، أنا محتاجة مساعدتكم. بكرة ممكن يتحكم علي بالسجن الفعلي من غير وقف تنفيذ، علشان أتجرأت وقلت في التلفزيون الفرنسي إن الخطر الرئيسي على الستات في فرنسا بيجي من الرجال السود والأفارقة والعرب المهاجرين، مع إني كنت بدافع. ستي هي نفسها تعرضت للاغتصاب على إيد راجل من أفريقيا الوسطى، وكان عليه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وده حصل في ساحة عمارتها في باريس. وبما إني أنا نفسي نجات من محاولة اغتصاب على إيد مهاجر تونسي من 4 سنين، ما قدرتش أسكت، ولأني قلت الكلام ده في برنامج تلفزيوني النيابة طلبت حكم بالسجن ضدي. هي اعتبرت القصتين بتوعنا مجرد حوادث بسيطة ملهاش قيمة، وما تبررش كلامي اللي فيه كراهية. بعيداً عن إن القصة دي مجنونة من كل ناحية، هي كمان في الأساس تذكرة اللي بيحاولوا يعملوه عشان يخلوا الناس تفضل ساكتة. هم عايزين القصص دي تفضل متغطية، مش عايزين الناس تفهم حجم اللي عملوه. ولما أقولهم أنا أقصد الناس في الحكومة اللي بيسمحوا للمهاجرين دول يدخلوا بأعداد كبيرة ومش بيتحملوا المسؤولية عن الضرر والدمار اللي الناس اللي دخلوا بشكل غير قانوني عملوه في مواطني بلدهم. وده حقيقي في فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أوروبا، ده حقيقي في كل مكان. هم مش عايزين يتحملوا المسؤولية، فبدل ما يقولوا ده شيء فظيع يلا نعمل حاجة بخصوص المهاجرين التوانسة دول، هم بيقولوا يلا نسكت البنت دي ونستخدمها كمثال عشان محدش تاني يتكلم. ومع كده كل اللي عملته أني وصفت واقع أغلب الفرنسيين خايفين يتكلموا عنه، بالذات عشان النظام القضائي ممكن يدينهم لمجرد أنهم وصفوا اللي شايفينه بعينيهم وعايشينه بنفسهم. ده القمع اللي بيواجهوا الناس في فرنسا، اللي بيتكلموا الحقيقة بصوت عالي. بس بفضلكم عندي أمل قبل الحكم اللي هيتنطق بيه بكرة. بس امبارح كنت لسه مترددة أنشر قصتي، وكنت فاكرة إن محدش هياخد باله، ودلوقتي انتشرت برا حدودنا، وبفضل الضغط الإعلامي ده ممكن النظام القضائي يتراجع قبل ما يحاول يوديني السجن بدل المهاجمين بتوعنا. من فضلكم شاركوا الرسالة دي، إحنا ما بقيناش خايفين، إحنا مش لوحدنا. الشعب الفرنسي مش بيستسلم وواقف بقوة. إيه شكراً.
يا لها من فتاة صغيرة جميلة برسالة شجاعة بتقول: أنا واقفة وبحتاج مساعدتكم، يلا نفضح الجنون ده، لأنهم فاكرين إنهم يقدروا يفلتوا منه عشان ساكتين. وعشان كده أنا بعمل الفيديو ده علشان أطلع القصة دي للنور، عشان كلكم تعرفوا إيه اللي بيحصل في الأنظمة دي اللي بتحاول تسكت الناس عن مشاركة الحقيقة اللي بتحصل فعلا. إحنا مش هنقبل بكده، إحنا مش واقفين مع ده. حكمها هيتعلن قريب، فخلينا نأمل إن الأخبار تكون كويسة، ولو الأخبار ما كانتش كويسة يبقى ده جرس إنذار لكل الناس عن حقيقة اللي النظام القضائي بيحاول يعمله عشان يغطي على أخطائه. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.